السلام عليكم. انا مش عارفه اقول ايه، بس انا هرد على خنزيره فلسطينيه، المفروض يعني ان هي فلسطينيه، يعني اللي طالعه على كلامها. دلوقتي قهرك قوي الفيديو بتاع الجنود لما ضربوا طفل. قال ايه طفل نط بالسياج ما بيننا وما بينهم. المفروض يعني ان هو قال ايه بيمزح. احنا يا بنتي او هقولك يا خنزيره مش بتاع هزار في الهبل اللي انت بتقوليه ده. ما ينفعش واحد ينط السياج في حدودنا ونقول اصله بيمزح. حماس كانت بتمزح معانا، قتلت جنودنا. حماس كانت بتمزح، قتلت جنودنا، وانتوا تاريخكم مشرف في الخيانه. فما تنسيش نفسك يا خنزيره، ما تنسيش نفسك يا عبدة الصهاينه، ما تنسيش نفسك يا عبدة حماس. اوعي تنسي نفسك ان انت كده حلوه وتقولي الجيش المصري وخنزير ومش عارفه ايه ويسامحونا يا اهل مصر. لا حبيبتي، اهل مصر ما بيسامحوش في قله ادبك على الجيش المصري اللي حمينا. انت بس مقهوره علشان مش لاقيه لك جيش، انت بس مقهوره عشان مش عارفه تحمي نفسك، انت بس مقهوره علشان ما عندكيش بلد تعرفي تقعدي فيها زي ما احنا قاعدين في بلدنا. دي قهرتك الجامده قوي. اوعي تنسي نفسك، اوعي تنسي نفسك، وما تنسيش ان الجيش المصري بيده على رقبه امثالك. مفيش مسح ما بين حد يخش بلدنا بقله ادب وتقولي ده مسح. لا 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 لا، سيبك من الهجص اللي انت عماله تقوليه ده، سيبك منه خالص. انما تطلعي تغلطي في الجيش المصري ده انا مش عارفه اقول لك ايه. اهو انت كده عملتي زي الصهاينه حرفيا، وانت تربيتهم. انت كده عملتي زي الصهاينه لما بيطلعوا يغلطوا في اسيادهم المصريين اللي هيموتوا وبلدنا تخرب زيهم. يعني انت طبيعي تبقي تربيتهم. انما تغلطي في الجيش المصري هتلاقي مليار بيرد عليكي، او ممكن ما يردوش. بس انا حبيت ارد. هما ما يردوش لان هما ما بيعملوش للخنازير قيمه، بس انا ممكن ارد وانزل لمستواكي قوي. انا ما اعرفش اسمك وما احبش انا اعرف اسمك لان ما يشرفنيش ان اعرف اسمك، بس الا الجيش المصري يا خنزيره يا تربيه اليهود. طبعا اكيد انت هتبقى عارفه نفسك لما تطلعي تغلطي في الجيش المصري بتقولي بيمزح، طفل نط بالسياج وبيمزح. ما احنا ممكن نمزح برضو وننط ونطلع عينيكوا، نطلع عين امثالك. ماليش دعوه بالشعب الفلسطيني المحترم اللي محب لمصر والجيش المصري، انا بتكلم عليكي وعلى امثالك. بس حاولي تخفي القهر اللي عندك من ناحيه الجيش المصري والمصريين عامه. يعني حاولي تهدي. اصل والله ما هنسكت لك، مش هنسكت لامثالك، لان امثالك يعني بقى احنا لما انا شخصيا لما اغلط فيكي او اعرفك حجمك انا كده باخد، يعني انا مبسوطه وعارفه نفسي ان انا كده بفتخر بنفسي ان انا برد على امثالك اللي بعرفهم قيمتهم وحجمهم الطبيعي. اخر مره واي حد يغلط في الجيش المصري هتلاقي البياده على دماغه. الجيش المصري واقف يحمينا ويحمي حدودكم برضه. اسرائيل لما راحت وجت ما كانتش في حدودنا، كانت في حدودكم انتوا. فين حماس يا حبيبتي؟ طلعت تشدي ازرك. فين حماس؟ فين حماس اللي بتدي الشعب عندك بالجزمه؟ فين يا ماما؟ فين يا حبيبتي؟ بتقولي الجيش المصري هو نط في حته مخالفه. طب عندك يا حبيبتي في بلدك حماس بتدوسكوا. اتكلمتي؟ جبتي سيرتهم؟ طلعتي قلتي يا خنازير حماس؟ اكيد لا، ما تقدريش تتنفسي عليهم. حتى لو دخلوا بيتك وادوكي بالجزمه مش هتقدري تتكلمي. لا، هتبقي مبسوطه. دي مقاومتنا حبيبتي. خلي مقاومتكم تنفعكم. ما تجيبيش سيره الجيش المصري تاني، لان لو جبتيها هرد عليكي تاني وههزقك تاني وهعرفك حجمك تاني. انا مش هقول تاني. انا طبعا احترامي الشديد للشعب الفلسطيني اللي بيقاوم المقاومه السوداء دي واللي بيحب مصر وبيحب الجيش المصري. انما انت واليهود واحد يا حبيبتي، ما تفرقيش عنهم. انت وحماس واليهود واحد.
في داهيه.